ظنت بدر الزمان أن عيناها مسحورتان. هل عميت؟ لا أبدا، فهي ترى بوضوح كل ما حولها، ولكن أبدا لم ترى نفسها. ويا ريت المشكلة وقفت عند صورتها اللي مش عارفة تشوفها، لا في مراية ولا في إزاز ولا في برواز ولا حتى انعكاس على المية. المشكلة إن جواها فراغ، ضلمة، وكأنها هيكل يتحرك بدون موتور، بدون قلب، بدون روح. تبتسم وتضحك، لا تدرك كيف حتى تعلمت الابتسام أو الضحك، ولا تدخل البهجة بداخلها. ذهبت للعالم نينو، طبيبها وحافظ سرها، شكت له عن الضلمة والفراغ الداخلي. كشف عليها، وضع السماعة على قلبها، سمع نبضها، أدخلها في أجهزة الأشعة. لم ير شيئا، باتت ظلمتها الداخلية حقيقة واقعة. تألم نينو لما وجد، وخشى أن يبوح لها بالحقيقة. ولكن ما هي الحقيقة؟ لا يعلم هو أو غيره. سرها مخيف. هل هي إنسان أم كائن مختلف؟ لم يعلم عنه شيئا من أسفاره أو قراءاته أو مغامراته هو شخصيا، والتي امتدت لأكثر من 70 سنة. نعم، نينو رجل تعدى 70 من عمره، ولا يدرك من يراه سنه، لأنه يشتعل حيوية وقوة ونشاط، وتلهمه التحديات، أفكار الاختراعات. ولا يقف أبدا عند فكرة، بل يحولها لهدف واضح صريح قابل للتحقيق. لا يتعجل تنفيذه، بل يضع خطوات ويلزم نفسه بإطار زمني يتحدى نفسه والصعاب. لا يهدأ حتى يرى اختراعه أمامه رأي العين، ويعلم علم اليقين أنه ليس نهاية الطريق. فكل اختراع يؤدي لاختراع، وكل اختراع لابد من اختباره وتجربته مرارا وتكرارا، وإصلاح ما به من ذلات، وتزويده بتطورات. لا يسأم، لا يضجر، لا يكل ولا يمل. وهذا سر الحياة الذي تدب بداخله. حينما يمر بالمرآة يرى صورته كشاب قوي، كما كان في سالف العصر والأوان. يرى العزيمة تلمع في عيناه، يشعر برغبة مشتعلة لحل الألغاز، ويتعامل معها بلطف، بمرح، وكأنها لعبة تتحدى حدود عقله وخياله. في حياته أدرك أن اللغز يكمن في الفكاهة، وأخذ الأمور بسلاسة، وتقبل أنه لن تتكشف له الأسرار مرة واحدة، بل على مراحل ومراحل لا يعلم مداها. بعضها يتجلى على مدى شهور، وبعضها يستمر على مر السنين. خلع نينو عنصر الزمن من حياته، لم يعد يأبه به. اكتشف أن التخلي يسرع بعملية التجلي، ومنذ تجلت له هذه الحكمة أصبح يرى شبابه في المرآة. هل حكى نينو لأي مخلوق عن سره؟ لا، اكتفى به لنفسه، لأنه يعلم أن لكل إنسان سره الذي يحييه. ماذا عن بقية البشر في نفس السن؟ لا يأبه بهم نينو، فلهم حياة مختلفة واختيارات مختلفة. منهم من يظهر عليه العجز حتى من الصغر، ومنهم من هو مفعم بحيوية تضاهي حيوية نينو، بل تفوقها بمراحل. هل يغير نينو؟ تتخيل؟ لا، نينو يحيا في عالمه، خلق لنفسه العالم الذي يعشقه، يتواصل مع الطبيعة وخالقها، فتمده بسر الحياة. يتفكر، يتدبر، ويعلم أنه فقط ذرة في عالم واسع فسيح، ذرة تؤدي دورها بسلام، ذرة تتفاعل مع ذرات بأمر مدبر الكون. ترك نينو صراعات النفس منذ وجد نفسه في شغف لا ينقطع، وفي فضول لا ينتهي.
لا يهرع بالسعادة في حل الألغاز، ولكن ينتشي حين يقابل لغزا أكبر منه. هنا تلمع عيناه وتتسع حدقتاه، وكأن هذا هو إكسير الحياة. هل وجد نينو حلا للغز بدر الزمان؟ هل ساعدته حكمته وخبرته في أن يساعدها أن ترى صورتها في المرآة؟ عايزين تعرفوا؟ استمعوا للحلقة الرابعة.